السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر. فرحة كبيرة لرضا عبد العال بعد فوز الزمالك بثلاثية نظيفة على دريمز الغاني. أول تعليق لرضا عبد العال، علق رضا عبد العال وقال: مبروك 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 لفوز الزمالك، فوز كبير وكان ممكن يبقى فوز تاريخي لو المدرب عمل التغييرات الصحيحة في الشوط التاني. لو المدرب كان عمل التغييرات المظبوطة كان ظبط أداء الفرقة، كان هيبقى فوز تاريخي وساحق لنادي الزمالك في المباراة دي تحديدا. وقال ان مصطفى شلبي هو نجم المباراة، احرز هدف وساهم في هدف. وقال ان خط الوسط ماشي محمد شحاتة واللاعب التاني اسمه ايه، زياد كمال. قال ان اللاعبين دول المفروض ما يقعدوش دكة، ولازم يلعبوا اساسيين لان كورتهم حلوة، ودونجا بيعمل فيها معلم بس، لكن غير كده ما بيعملش حاجة لقدام، بيلعب دايما ان هو ياخد الكورة ويستحوذ عليها وخلاص على كده. واثنى على عمر جابر وقال ان هو من نجوم اللقاء.